مرة أخرى حادث تعنيف لخادمة، هذه المرة بمدينة برشيد، حيث أقدمت إحدى المشغلات على تعنيف خادمتها وتعذيبها جسديا ونفسيا طيلة 9 سنوات. الخادمة وجدت نفسها في الشارع، وإحدى الجمعيات المحلية تبنت قضيتها في انتظار عرضها على العدالة. روبورتاج جليلة بن فتان. جسد عمره 26 سنة يحمل آثار تعذيب شملت كافة الجسم، الحرق، الضرب والكي بواسطة أدوات حديدية. سيناريو عاشته فاطمة التي قضت أكثر من 9 سنوات في جحيم العمل المنزلي لدى سيدة بنواحي برشيد بدون مقابل مادي، بدعوى أنها من العائلة، فمارست عليها شتى أنواع التعذيب لينتهي بها الأمر بالطرد إلى الشارع، لتصادف في طريقها هذه الأسرة التي احتضنتها وقدمت لها الرعاية الضرورية. تخدم عند واحد السيدة، وكانت في الاول كانت ماليه فيا مزيان، ومن بعد ولات كضربني، هرست عليا 3 الكرات، 3 العواد ديال الكراطه، وكتشد الموس كتخشي فيا بحال كتقمشني بيه. من بعد من رمضان لدابا صافي وهي تهز جنو وهي تضربني بيه. انا عيطت لي بنتي خدامه انفيرميير، قالت لي ماما راه كاينه واحد الحاله، واحد البنت تكرفصت عليها المراه اللي خدامه عندها، ما عندهمش فين يمشيو، ناس عندهم الدار في كل ميم، يعني ما عندهم حتى شي واحد هناك تلا جيبيهم. الغد الاخر مشينا لبرشيد السبيطار الرازي، قلبوا هذا ولا سرسفيكه، لقاو اليد خامجه والراس كلشي واحد الحاله ما نعاودش لك عليها، خيطوا لها اليد ديالها. حاولنا الاتصال بمشغلة فاطمة لمعرفة وجهة نظرها فيما وجه إليها من اتهامات من طرف الضحية، فرفضت الإدلاء لنا بأي تصريح في الموضوع، ونفت أي مسؤولية لها بما وقع لفاطمة. جمعية مناهضة العنف ضد النساء كانت وجهة فاطمة والعائلة المحتضنة التي أبت إلا أن تواصل معها مسلسل البحث عن حقها، الاستماع، الإرشاد والمتابعة القانونية، بعض من المساعدات التي قدمت لفاطمة عند طرقها باب الجمعية. درسنا الحالة ديالها وقررنا أن ضروري لها المساعدة قضائية، يعني درنا لها لا بريزون شارج للدوسي ديالها، تكلفنا به، كلفنا لها محامي اللي تابع للجمعية على أساس أنه يقوم معها بجميع الإجراءات القانونية أمام الشرطة القضائية وأمام المحكمة. في انتظار ما سيفضي به تحقيق الجهات المختصة، تطالب الجمعيات المهتمة بالتسريع بإخراج قانون يحمي العاملات بالبيوت حيز التنفيذ قريبا، حتى تجف دموع فاطمة التي لا تلوم شيئا في الحياة سوى الظروف القاسية التي رمتها في هذا المصير.